كتبدا قصه مع واحد الشاب سميتو جون، وغادي نشوفو داخل واحد الكازينو كيقمروا فيه الناس. شويه غادي يبدا كيتفرج فيهم وما كيلعبوا، وحيتاش كان ذكي غادي يقدر يحلل الشخصيات ديالهم من النظره الاولى. واحد كان موظف وكيلعب باش يسدد الديون ديالو، اما هذا رجل اعمال كيلعب غير باش يتسلى ويدوز الوقت. ولكن غادي يلاحظ بلي كاين واحد معاهم فقير قرب يخسر كاع فلوسه وكان مقلق وحاس بالاحباط. انا جون غادي يبقى فيه وطلب الموظفه باش تعطيه الماكله فابور باش يركز قبل ما يقمر مره اخرى. من بعد جون غادي يمشي لعند المدير ديال الكازينو باش يهضر معاه، واقترح عليه واحد الفكره تزود الارباح ديالو، وقال له فاطمه الزبون يخسر فلوسه كامله وما يرجعش مره اخرى، عندي لك واحد الحل، من الاحسن انه يخسر غير واحد جزء صغير ديال الفلوس باش يرجع مره اخرى. وهادشي كيعني بلي غادي يبقى ديما عنده امل باش يعوض الخساره ديالو، وكل نهار غادي يجي يقمر، وهكا الكازينو غادي يربح بزاف ديال الفلوس. انا المدير ديال الكازينو غادي يتبسم وغادي تعجبو الفكره، ومباشره غادي يوافق. ومن بعد الاجتماع الرئيس غادي يهضر مع جون، وغادي يكون منبهر من الذكاء ديالو وعرض عليه باش يتعشاو مع بعضياتهم. ولكن جون غادي يعتذر منه ورفض، وقال له بلي عزيز عليه يقرا الكتوبه بالليل. وهنا المدير غادي تعجبو الشخصيه ديالو وغادي يعطيه لا كارت فيزيت، وقال له الا احتاجيتي اي حاجه صوني عليا. في هاد اللحظه جون غادي يمشي باش يديماري الطوموبيل ديالو، حتى غادي يتصدم وغادي يلقاها مهرسه، ومباشره غادي يمشي لعند البوليس باش يبلغ. انا البوليس غادي يراجعوا الكاميرات ديال المراقبه، وغادي يتفاجئوا ملي لقاو واحد الشخص غريب هو اللي هرس له الباربريز. انا المحقق غادي يسولو فاش خدام واش عندك شي اعداء، وانا جون غادي يقول له بلي خدمتي محلل بيانات. المحقق غادي يتنمر عليه وقال له كيفاش طالب بحالك خدام محلل بيانات، وما كانش مقتنع بالذكاء ديالو. وانا جون غادي يبغي يبين ليه الموهبه ديالو. غادي يشوف واحد جوج ديال الشباب كيدابزوا في قسم الشرطه، وهو يهضر معاه وقال له بلي هادو بزوج بهم عايشين في نفس الدار واحتمال كبير يكونوا خوت. انا محقق غادي يستغرب وقال له كيفاش عرفتيها، وهو يقول له بلي حوايجهم عامره بالزغب ديال الحيوانات، وهادشي كيعني بلي هما مربين شي كلب اولا قطه. ونزيدك كيغسلوا حوايجهم بنفس الماركه ديال التيل حيت شريحه وحده جا معاهم، وعلى غفله غادي تدخل الام ديالهم وهي هازه واحد الكلب. هنا المحقق غادي يتصدم وغادي يعرف بلي جون عنده الحق في كاع داكشي اللي قال، وغادي يتاكد بلي هو ذكي وعنده موهبه خطيره، وغادي يطمنو وقال له بلي غادي يحقق في المحضر ديالو وغادي يعرف شكون هو اللي هرس ليه الطوموبيل. المهم جون غادي يشكره وغادي يمشي، وغادي يضطر باش يركب في المترو حتى تصلح ليه الطوموبيل. تما غادي يشوف واحد الشاب كيعترف بالمشاعر ديالو لواحد البنت وكيطلب منها باش ترتبط به، ولكن هي غادي ترفض وقالت له بعد عليا احسن ليك، راه اللي كيقرب ليا ولا كيبغيني كتوقع ليه شي حاجه خايبه في حياته. انا جون غادي يتصدم وغادي يكتشف بلي هاد البنت اللي كتهضر معاه هي الزميله ديالو اللي كانت كتقرا معاه في المدرسه ملي كانت صغيره، سميتها مينسو. وانا الذكريات ديالو كلها غادي ترجع للور، وغادي تفكر ملي كان في المدرسه تيقرا. اذكى واحد في داك المدرسه كامله، حتى الاصدقاء ديالو كانوا ديما كيستغربوا ملي كيشوفوه كيقدر يحفظ واخا الصداع. والنهار اللي غادي يشوف مينسو هو النهار اللي مشى كيلعب فيه مع الاصدقاء ديالو يلعبوا كره. اول مره غادي يشوفها حيت كانت يلاه جات جديده للمدرسه، ومع شافها النظاظر ديالو غادي يلصقوا فيها، وغادي يبدا كيشوف فيها وقلبو كيسكتك. ولكن من بعد بداو بزاف ديال الحوايج غريبه كتوقع في المدرسه، وكلشي كان تيتهم مينسو بلي هي السبب، حيت غير انتقلت لك المدرسه كلشي تقلب. داكشي علاش ولات منبوذه وما عندهاش الاصدقاء. وفي واحد النهار كانت الشتا كطيح ومينسو ما كانش عندها المضل، وانا واحد من الاصدقاء ديالها حن عليها وقرر باش يوصلها للدار. حاولت تحضروا باش يبعد عليها احسن ليه، ولكن هو كان مصمم حيت كان معجب بها وطريقهم وحده، وغادي يبقى غادي معاه حتى وصلها لباب الدار. ومن بعد غادي يمشي ويلا غادي يتكركب يدوز لدارهم حتى غادي تنزل عليه واحد الرعده وغادي يموت. ولا غدلي الخبر غادي تنتشر في المدرسه وغادي يديروا ليه جنازه كبيره، وانا الطلبه كلهم غادي يتاكدوا بلي ميسو ملعونه، وكلهم قرروا باش يبعدوا عليها. انا ميسو بقات جالسه غير بوحدها وكتبكي، وتا شي واحد مدها فيها الا جون، بقى كيشوف فيها من بعيد وعزات عليه. واحد النهار كان تيحفظ مع الاصدقاء ديالو، شويه غادي يسمع الطلبه كيهضروا عليها غير بشويه وتيقولوا بلي هذه ماشي اول حادثه غادي توقع معاها. وقبل منها واحد الطالب حاول يتقرب منها ولكن دار قصيده وتصاب اصابات خطيره، داكشي علاش كلشي ولا تيقول ليها الساحره، وتا شي واحد ما قادر يقرب ليها ولا يهضر معاها. ولكن جون هو الوحيد اللي ما كانش مقتنع بهاد الاشاعات، وحاول يدافع عليها وقال لهم بلي هي ما عندها حتى شي ذنب في هادشي اللي كيوقع. من بعد غادي تدوز بزاف ديال الايام وغادي تبقى مينسو غير بوحدها، ما عندها لا اصدقاء تخرج معاهم ولا حتى شي واحد اللي تحكي له. ولكن واخا هكاك جون كان مهتم بها وكان متشوق انه يتعرف عليها، ولكن ما كانش عنده الجرأه باش يقرب. شويه غادي يلاحظ بلي كتجلس بوحدها في واحد البلاصه ضاربه فيها الشمس، وحيتاش كان تيبغيها قرب باش يعاونها بلا ما يقرب ليها. من بعد ما صار المدرسه غادي يمشي للمحل اللي خدامه فيه الام ديالو، وغادي يبدا كيتبوحط عليها وكيحاول يقنعها، وهي تقول له بلا ما تحاول تهضر معايا، شنو بغيتي وجيني نيشان. هو يقول لها بغيت غير شويه ديال الفلوس باش نشري واحد الباش، وما تفك منها حتى عطاتو الفلوس كاملين. من بعد غادي يشكرها وغادي يمشي، ولا غدلي غادي يلصق الباش في البلاصه اللي كتجلس فيها مينسو، ومع جلسات غادي تتفاجئ وفرحات حيت شي واحد كيهتم بها وما كرهاتش وكانت انها كتعرفوا باش تمشيو تشكروا. واحد النهار واحد الصديق ديالها طلب منها باش يخرجوا بزوج، ولكن هي غادي ترفض حيت كانت خايفه عليها توقع ليه شي كارثه. ولكن هو غادي يرفض وغادي يبقى تابعها وكيهضر معاها من اللور، وعلى غفله غادي يطيح عليه واحد السلك ديال الضو غادي يتشوط، وانا لله رب احمد. وتا هو غادي يديروا ليه واحد الجنازه في المدرسه، ولكن هاد المره كلشي غادي يتاكد بلي هي السبب، وغادي يتاكدوا 100%
100% باللي هي ساحره وطلبوا منها باش تخرج من داك المدرسه، وهذا الشيء حيتاش كانت ملعونه وكتسبب الاذى في كاع الناس اللي كيقربوا ليها. انا مينسو غادي تقلق من هضرتهم وحسات بلي حتى شي واحد ما كيبغيها في هذه المدرسه وكلشي كيتجنبها وكيهرب منها. وانا قررت باش تسمح في داك المدرسه في مره. انا جون غادي يحاول يتبعها باش يخليها تجلس ويعترف ليها بالمشاعر ديالو، ولكن ما قدرش يزعم يمشي لعندها. اما في الحضيض جون غادي يفيق من كاع هاد الذكريات اللي حلم بها، وهاد المره قرر باش ما يضيعش الفرصه من يديه ويتبعها ويعترف ليها بلي كيبغيها. غادي ينزل من المترو وغادي يبقى تابعها من اللور. شويه غادي يشوفها وهي جالسه كتوكل القطوط في الطريق، عجباتو الشخصيه ديالها وعرف بلي هي ظريفه. شويه غادي يسمعها كتهضر غير مع راسها وكانت حاسه بالذنب حيتاش كتاذي اي واحد كيقرر يقرب ليها، وبدات جالسه وكتمنى ان داك اللعنه تختفى وتتحول لبنت عاديه بحالها بحال كاع البنات. وملي دخلت للدار غادي تاكد بلي هي عايشه غير بوحدها، وانا جون غادي يتاثر بالظروف ديالها وغادي يبقى فيه الحال. وملي غادي يرجع للدار غادي يشوف فيديو الشاب اللي صارف ليها بالمشاعر ديالو، وغادي يعرف بلي ملي نزل من القطار جاتو سكته قلبيه ومات. وانا غادي يتصدم وغادي يشك واش هي بصح ملعونه ولا لا. ما يمكنش يكون هادشي كله غير صدف. لغدلي غادي يمشي عند عشيرو وغادي يسولو واش مؤمن بالسحر والحوادث الغريبه، وغادي يعاود له كاع داكشي اللي كيوقع مع مينسو وقال له بلي هو قرر باش يعاونها ويهرس داك اللعنه. في نفس الوقت مينسو كانت في الدار خدامه مترجمه في الانترنت، وكانت عايشه غير بوحدها في واحد البيت فوق السطح، وكانت عازله نفسها باش ما يتاذى حتى شي واحد بسببها. شويه غادي تطل من البالكو وغادي تشوف واحد الكوبل دايز محداها وبقى فيها الحال حيت حتى هي كانت كتحلم انها تعيش قصه حب. وانا غادي تبدا كتفكر الذكريات ديال الطفوله ديالها. واحد النهار كانت كتلعب مع الاصدقاء ديالها وواحد البعلوك مشى لعندها وبدا كيتنمر عليها، ولكن مع حاول يجري ويهرب منها غادي يطيح في واحد القرقره وغادي يتهرس. ومن داك الوقيته بدات كتلاحظ باللي اي دري كيقرب منها كتوقع عليه شي كارثه، ولكن حتى لداك الوقيته كتيسحاب ليها بلي هادشي كله غير صدف. حتى لواحد النهار واحد الولد كان معجب بها عطاها الورد، ولكن مع الدوره ضرب طيحه بالبيكالا وتهرس من رجليه. ومن داك الوقيته ولات منبوذه حتى كبرات. وواحد النهار دخلت الليسي وواحد الطالب كان كبر منها عجباتو، داكشي علاش حاول يعطيها كتاب باش يعاونها في القرايه، ومع حاول ياخذ منها النمره ديال التليفون ديالها باش يبقاو كيسكونيكطاو حتى غادي تجي قبالته واحد النحله قرصاتو وغادي يفقد الوعي. ومن داك الوقيته الطلاب كلهم غادي يبداو كيشكوا باللي هي السبب في هادشي هذا كامل اللي كيوقع للدراري، وطلبوا منها باش ترحل من داك المدرسه حيت كلشي كان خايف منها. وفي هاد الوقيته جون غادي يدافع عليها وقال لهم باللي هي ما عندها حتى شي ذنب في هادشي. وملي مينسو رجعت للدار الاب ديالها غادي يسولها على النهار الاول اللي عاشتو في داك المدرسه كي كان، تعرفات على شي ناس كونات صداقات ولا والو. وانا غادي تضطر باش تكذب عليه وقالت له كلشي داز مزيان وباللي ولاو عندها اصدقاء باش تطمنوا. وانا الاب ديالها غادي يقول لها بلي لغد لي عندك عيد ميلاد وعطاها الفلوس باش تشري الكادو اللي بغات، ولكن هي غادي ترفض حيت الام ديالها ماتت وهي كتولدها، وهادشي كيعني بلي عيد ميلاد عنده ديكرا خايبه في حياتها. داكشي علاش كل عام ما كتبغيش تحتفل به، وهادشي حيت كيفكرها في المعاناه ديال الام ديالها ملي كانت كتولدها وماتت. وانا الاب ديالها غادي يتاثر بهضرتها وغادي يبقى فيه الحال. ولا غدي في المدرسه مينسو غادي تعرف من الاستاذه ديالها بلي الاصدقاء ديالها دخلوا للطبيب، وانا البنات غادي يستغربوا من داكشي اللي وقع وغادي يحسوا بلي مينسو ملعونه، ولكن حتى شي وحده فيهم ما كان عندها شي دليل ضدها. وقبل ما تخرج من القسم غادي يجي الطالب اللي هضر معها النوبه الاولى وقال لها بلي انا سمعت الدراري قبل ما يدخلوا للمستشفى كيقولوا بلي هما كانوا معجبين بيك، داكشي علاش حتى انا قررت باش نعترف لك بالمشاعر ديالي قبل منهم. وغادي يقول لها بلي كيبغيها وغادي يخلي ليها المضل وغادي يمشي. وفي هاد الوقيته غادي يضربوا رعده وغادي يموت. وانا مينسو غادي يتاكد بلي اي واحد غادي يطيح في الحب ديالها غادي يطيح في مره، والا كان معجب بها غادي توقع عليه شي حاجه. داكشي علاش قررت باش تبعد على الناس وما تخلي حتى شي واحد يقرب ليها، واي واحد كيحاول يتعرف عليها كتسمح فيه وكتمشي. ولكن واخا هكاك كاع الناس اللي كتعجبهم كتوقع عليهم شي حاجه، ها اللي كيطيح على رجليه هو كيلعب كره، وها اللي يدو كتجرح هو كيقرا، وها اللي كيفقد الوعي بدون سبب كيطيح في الارض منشور، وكل شويه شي واحد كيدخل المستشفى بسببها. ومن هنا كاع الطلبه بداو كيتجنبوها، واللي كيشوف هذا يزعم حدا كيهرب بالزربه. وواحد النهار دخلت للقسم وغادي تلقى جاتها كتقول عليها الاشاعات وكتقول بلي هي ساحره وبلي هي السبب في الموت ديال الام ديالها. وانا كلشي ولا كيتعامل معها بطريقه خايبه وتا واحد ما بقى كيحاول يهضر معاها الا الاب ديالها بوحدو اللي كان حنين عليها وكان ديما كيهتم بها وتيقول لها بلي انت اغلى حاجه عندي في حياتي، ووعدها بلي ملي غادي يبيع المحصول ديال الارض غادي ياخذها وغادي يسافروا من هنا. وانا مينسو غادي تفرح ولا غدلي وهي غادا للمدرسه غادي تلقى الطالب اللي كبر منها كيتسناها حدا باب الدار. حاولت باش تبعدوا عليها حيت كانت خايفه عليه، ولكن هو غادي يرفض وقال لها بلي هو كاع ما مسيق الاشاعات اللي كيقولوا عليها البنات، وغادي يعترف ليها بلي هو معجب بها. ومع غادي يحاول يمشي بحاله وغادي يطيح عليه سلك ديال الضو وغادي يتشوط. وانا مينسو غادي تبقى كتشوف فيه وهي مصدومه، ومن داك الوقيته وهي جالسه غير بوحدها ومكتئبه. ومن داك الوقيته قررت باش تسمح في المدرسه وتمشي تعيش غير بوحدها في الدار، وحبست راسها في الغرفه ديالها. وملي غادي يعرف الاب ديالها غادي يحاول باش يقنعها ترجع تقرا مره اخرى، ولكن هي كانت رافضه الفكره تماما وما قدراتش تعاود له حتى القصه ديالها شنو كيوقع عليها في المدرسه. وانا غادي يضطر باش يمشي للمدرسه بنفسه باش يعرف شنو واقع. وملي سول جاتهم غادي تعاود له كاع داكشي، وانا غادي يتصدم وغادي يبقى فيه الحال. وهذا الشيء حيت اكتشف بلي بنته كانت كتعاني كاع داكشي غير بوحدها وما كتعاود ليهش. وهنا غادي يمشي للمدرسه باش ياخذ الشنطه ديالها، ولكن هو راجع للدار غادي يشوف جون كيمسح كاع داك الاشاعات اللي كتبوا عليها في الحيط. غادي يسولو وقال له علاش كدير هكا، وجون غادي يقول بلي انا متاكد بلي هي كاع ما ساحره وما عندها حتى شي ذنب في هاد الحوادث، ووعدو بلي غادي
يثبت ليه البراءه ديالها. انا الاب ديالها غادي يفرح، وملي رجع للدار غادي يشوف بنته مينسو كتحط الماكله للقطوط، وغادي يبقى فيه الحال حيتاش ما عندهاش اصدقاء، وكتعتبر داك القطط هما الاصدقاء ديالها. وهنا غادي يمشي للبيسري وغادي يشري الماكله للقطوط باش يقدمهم ليها، وطلب منها باش تضحك حيتاش يتفائل بالضحكه ديالها. ومن بعد غادي تسالى الدوره الاولى، والطلبه كلهم غادي يفرحوا بالعطله، وجون غادي يقرر باش يمشي يزور مينسو. دق عليها وخلى ليها الورد حدا باب الدار، ولكن قبل ما تفتح الباب غادي يحس بالاحراج وغادي يعطيها باندا. وانا مينسو غادي تستغرب وغادي يسحب ليها بلي جاتها هي اللي خلات ليها الورد في الباب. من بعد الاب ديالها غادي يطلب منها باش تكمل قرايتها، ووعدها باللي ملي غادي تخرج غادي يبيع الارض والدار وغادي يصيفطها لمدينه واحده اخرى باش تقرا، وتما غادي يبداو حياه جديده. وهو كيهضر معاها اسنانو غادي يضروه، ولكن كان رافض انه يمشي عند دونتيست باش يجمع الفلوس. وانا مينسو غادي تاثر بزاف، وقررت باش تحقق ليه الامنيه ديالو وترجع تقرا. جبدات ورقه وستيلو وبدات كتحفظ، ولا غد ليه قرات باش انها تمشي وتعاونوا في الخدمه ديال الارض. ولكن وهي جالسه كتخدم على غفله غادي يبان واحد الحنش وغادي يعضها. وانا الاب ديالها غادي يتصدم وغادي يمشي بالزربه باش يحيد ليها السم من رجليها، ومن بعد غادي تضربها الفيقه، وغادي تعرف بلي الاب ديالها عالج ليها رجليها وحيد ليها السم. ولكن غادي تصدم اللي لقاته هو فاقد الوعي وطايح في الارض. وملي قربات منه غادي تكتشف بلي السم انتشر ليه في الجسم ديالو حيت اسنانو كانوا مسوسين. وانا غادي تنهار وغادي تبقى كتبكي وكتعيط ليه، وهو غادي يطلب منها باش تسمح فيه وتمشي. وهادشي حيت كان خايف الناس يشوفوها معاه ويعرفوا بلي هي السبب في الموت ديالو. وغادي يطلب منها السماحه واعتذر ليها حيت غادي يسمح فيها وغادي يخليها غير بوحدها. واخر كلمه قال ليها كنبغيك، ومن تما غادي يغمض عينيه وغادي يودع. انا مينسو غادي تنهار وغادي تبقى كتبكي، وغادي تعنقو ما كانتش مزيقه بلي صافي ما غاديش تولي تشوفو مره اخرى. فهاد اللحظه الاهل ديال القريه كلهم غادي يوصلوا وغادي يشوفوا الاب ديالها مجبد، وهنا غادي يتهموها بلي هي السبب في الموت ديالو، وكلشي غادي يبدا كيقول عليها بلي هي ساحره. ومن بعد ما سالت الجنازه ديال الاب ديالها مينسو غادي يجمع حوايجها كاملين وقررت باش تخوي داك القريه في مره. اما جون غادي يكون تيتفكر الايام اللي كان دخل فيها لافاك، وبالعاني قرر باش يدرس الظواهر الغريبه، وهادشي باش يفسر داك الظاهره اللي كتوقع لمينسو، وهادشي كله غير باش يعاونها. تما غادي يشوف الصديق ديالو الروح بالروح. في الاول غادي يشوفو من بعد حتى شي واحد ما كيهضر معاه، لدرجه انه في المدرسه كان تياكل غير بوحدو. غادي يبقى فيه الحال وفكروا بمينسو، وهاد المره قرر باش ياخذ خطوه ويمشي لعنده. حاول باش يتعرف عليه اكثر من مره باش يهضر معاه، ولكن صاحبو كان مكتئب ومبغاش يهضر. ولكن جون ما غاديش يستسلم، وفين ما مشى غادي يبقى تابعه حتى لواحد النهار غادي يقدر باش يقنعو باش ياكلوا بزوج بهم في المطعم. وقرر باش هو اللي يخلص عليه الماكله، ولكن من بعد ما سالوا الماكله ولبس الحوايج ديال الخدمه صاحبو غادي يتصدم اللي عرفوا بلي هو خدام اصلا في داك الريستو. ومن داك الوقيته هما اصدقاء مع بعضياتهم. وفي الوقيته ديال العطله جون غادي يرجع للقريه، والام ديالو غادي تفرح ملي شافته ودارت ليه كاع داك الماكله اللي كانت تعجبو. وانا جون غادي يطمنها وقال ليها بلي راه جا هو الرابع في لافاك. انا الام ديالو غادي تصدم وغادي يسحب ليها بلي سقط، وحيدات له كاع داك الماكله وقالت له خساره فيك داك الفلوس اللي كنصيفط لك باش تقرا. وانا جون غادي يبدا كيضحك عليها وغادي يشرح ليها بلي هكا راه ناجح بامتياز، وفوق هادشي خدامين حاضره راسيه من لافاك. وانا الام ديالو غادي تفرح وغادي تحس بلي هي فخوره بيه. من بعد جون غادي يدخل الغرفه ديالو وغادي يبدا كيتفرج في التصاور ديال المدرسه، وتما غادي يشوف التصويره ديال مينسو وغادي يتفكر الذكريات ديالو معاها، وغادي يحس بلي توحشها وما كرهش يشوفها مره اخرى. شويه الام ديالو غادي تدخل عليه على غفله وغادي يسولها على مينسو، وهنا غادي تصدم وقالت له بلي الاب ديالها مات وسمحات في القريه وحتى شي واحد ما عارف عليها شي حاجه. واهل القريه كلهم فرحوا ملي خواتها حيت كلهم كانوا كيخافوا منها. انا جون غادي يتقلق من هضرتها وقال ليها بلي هي بريئه وهادشي كله غير اشاعات، وغادي يسمح فيها وغادي يمشي للدار ديال مينسو. ولكن غادي يلقاه خاوي ومهجور، وغادي يتقلق وغادي يبدا كيبكي حيت كان تيبغيها وكان جاي عوال باش يشوفها يعترف ليها بالمشاعر ديالو ليها. ولكن على غفله كلشي تبخر، وغادي يبدا كيقرا وكيقلب على شي سبب يفسر به الحوادث اللي كيوقعوا ليها، ولكن ما غادي يوصل حتى لشي نتيجه. الحاجه الوحيده اللي مشتركه في داك الظواهر هي مينسو، وهنا غادي يبدا كيتيق بلي هي بصح ملعونه، وغادي يحس بالاحباط وغادي يبدا جالس تحت الشتا وغادي يبقى كيبكي. شويه صاحبو غادي يبقى فيه وغادي يمشي باش يدرقو بالمضل. من بعد جون غادي يتخرج من لافاك وغادي يخدم محلل بيانات، اما صاحبو غادي يخدم ضابط شرطه. وفي واحد النهار الام ديالو غادي تتصل به وغادي تصدمو وقالت له بلي هي كتعاني من واحد المرض خطير. جون غادي يتقلق وغادي يحس بلي النهايه ديالها قربات، وقرر باش يبقى جنبها باش يخفف عليها الالام. ولكن هي غادي تطلب منه باش يبيع المحل والدار باش يعالجها بداك الفلوس، وجون غادي يضطر باش ينفذ ليها الاوامر ديالها. ولكن ملي مشى عند المحامي غادي يتصدم وغادي يعرف بلي عندها دار واحده اخرى. وهنا غادي يتفاجئ ملي عرفوا ديال مينسو، وهنا غادي يستغرب وغادي يمشي باش يسول الام ديالو. وهنا قررت باش تعاود له الحقيقه كامله، وقالت له بلي هي دات هادشي كامل حيت كانت حاسه بالذنب وتانيب الضمير، وقالت له بلي اشاعات انتشروا عليها وكلشي تيقول عليها ساحره، ولكن هي في الاول ما كانتش متيقه. حتى لواحد النهار دخلت لعندها وشافت التصويره ديالها عندك وصحاب ليها بلي هي سحراتو وخافت على ولدها. داكشي علاش هي اللي دارت اجتماع في القريه وجمعات كاع الاسر، وكلهم مشاو للدار ديال مينسو وطلبوا منها باش ترحل. وبالفعل مينسو غادي توافق واضطرات باش تخرج. ومن داك الوقيته وهي حاسه بالذنب، ويلا سالت الام ديالو الهضره قالت له بلي هي ندمانه، وطلبت منه الى شي نهار تلاقى مينسو يطلب منها السماحه ويعتذر منها. انا جون غادي
تاثر بالهضره ديال الام ديالو غادي يعنقها وغادي يبقى كيبكي وقال لها بلي هو كاع ما مقلق منها وغادي يوعدها بلي غادي يطلب منها السماحه في بلاصتها ويلا غادي يوقف الام ديالو غادي تموت بسبب داك المرض وغادي يدير لها كنازه وكان مقلق وحاس بالذنب وهادشي حيتاش كانت عنده واحد الكاميرا وكيبغي يتصور وكيتصور مع اصدقاء ديالو ولكن واخا هكاك عمره ما تصور مع الام ديالو وما بقات عندهم حتى شي تصويره باش يتفكرها. من بعد جون غادي يفيق من الذكريات ديالو وهنا غادي يقرر باش ينفذ الوعد ديالو للام ديالو اللي ماتت وقرر باش يعاون مينسو. لغدلي غادي يبدا كيكمل الابحاث ديالو على الظواهر الغير طبيعيه وغادي يمشي عند الاستاذ القديم في لافاك وطلب منه باش يعاونوه وخدا منه بزاف ديال النصائح باش تفيدو في البحث. من بعد غادي يمشي للشركه اللي خدام فيها وغادي يجمع حوايجه وقرر باش يستقل وهادشي باش يركز في المهمه ديالو. انا صاحبو غادي يتصدم وقرر باش يمنعو ويخليه خدام وهادشي حيتاش كان هو اذكى موظف عنده في الشركه وعرض عليه باش يزيد له كاع في الصالير غير يبقى خدام ولكن جون غادي يكون مصمم وقال له بلي عنده بزاف ديال الحوايج خاصو يديرهم هو الاولى والا نجح فيها غادي يرجع للشركه مره اخرى. في الجهه الاخرى مينسو كانت خدامه غير في الدار شويه صاحبتها غادي تتصل بها باش تطمن عليها وكانت هي اللي دبرات ليها في داك الخدمه اتيستونس وغادي تسولها واش كلات شي حاجه ولكن مينسو غادي تقول لها بلي كتحاول تجمع الفلوس باش تسافر بغات تمشي شي بلاصه بعيده باش حتى شي واحد ما يعرفها فيها ومع قطعت عليها التليفون غادي تطلع للسطح وغادي تبدا كتفرج في الناس من الفوق حيت كانت عازله راسها وعايشه غير بوحدها وكانت دايره واحد الدميه كتشبه الاب ديالها باش تحس بلي راه في امان معاه. ولا غدلي جون غادي يحاول باش يسكن في العماره ديالها وطلب من السمساره باش تعطيه واحد الشقه قبال السطح وهادشي باش يبقى ديما قريب من مينسو ولكن السمساره غادي تقول له بلي الشقه اللي قبالتها عامره وساكن فيها واحد الشاب وهنا غادي يمشي للسوبر ماركت اللي خدام فيه داك الشاب باش يحاول يقنعه وطلب منه باش يتبادلوا بالديور ولكن خونا في الله غادي يرفض وهنا السمساره غادي يبقى فيها الحال وطلبت من جون باش ياخذ برطمه واحده اخرى ولكن خونا في الله ما غاديش يستسلم وكل نهار غادي يمشي للسوبر ماركت وغادي يحاول يقنع داك الشاب. انا الشاب غادي يستغرب من التصرفات ديالو وفين ما كيبغي يدير شي حاجه كيمشي جون وكيعاونو وهنا غادي يضطر باش يحقق له الطلب ديالو وغادي يقدر يتبادل هو وياه بالديور وهنا جون غادي يمشي يسكن تما وغادي يستف حوايجو كاملين باش يبقى قريب ليها. شويه المحقق غادي يصيفط له واحد الميساج وغادي يتصل به وغادي يقول له بلي هو عارف الهويه ديال الشخص اللي هرس ليه الطوموبيل وبلي مشى لقسم الشرطه وشاف التصويره ديالو غادي يعرف بلي هو واحد من الزبائن ديال الكازينو اللي اقتحموا منه بالاولى وغادي يعرف بلي هو خسر كاع فلوسو تما. وهنا جون غادي يكتشف بلي هو بالعاني كان باغي ينتقم منه وغادي يبقى فيه الحال حيت اكيد غادي يكونوا كيتسالوه بزاف ديال الفلوس وهنا غادي يقرر باش يتنازل على المحضر ولكن ملي رجع للدار غادي يلقى خونا في الله كيتسناه وغير شافو غادي يهجم عليه وغادي يعطيه بواحد الخماسيه في الوجه ولكن واخا هكاك جون ما قدرش يدافع على راسو. شويه الشاب اللي خدام في السوبر ماركت غادي يشوفو كيتضرب وغادي يمشي وغادي يعاونو وغادي يشد خونا في الله وغادي يطلب من جون باش يتصل بالبوليس ولكن جون غادي يرفض وطلب منه باش يطلقو وقال له بلي هو عارفو بلي ضحيه وبلي خسر فلوسو كامله في الكازينو وغادي يجلس معاه وغادي يعرض عليه باش يتعشاو وقال له بلي انا ما عندي حتى شي نرف هادشي اللي وقع ليك انت خسرتي فلوس كاملين بالاراده ديالك انت اللي مشيتي للكازينو باش تقمر وطلب منه باش يبعد على القمر ويبدا حياته من الصفر ووعدو بلي غادي يعاونو باش يلقى شي خدمه يجمع الفلوس. من بعد غادي يمشي عند المدير ديال الكازينو وطلب منه باش يخدم داك خونا اللي ضربو. انا المدير غادي يعجبو الحال وقال له شحال انت ظريف وغادي يوافق وقال له بلي انا اول مره غادي نشوف شي واحد كيعاون الناس حيت في هذا الزمان كل واحد كيفكر غير في راسو. وبالليل جون غادي يكون راجع للدار شويه غادي يشوف مينسو وهي جالسه كتوكل القطوط ديالها وغادي يبقى كيشوف فيها من بعيد وغادي يعرف بلي هي كتخرج غير بالليل ملي كيكون كلشي ناعس عايشه حياتها بالمقلوب باش تشوف الشوارع خاويه وتا شي واحد ما يهضر معاها وهكا حتى شي واحد ما يتادى بسببها وغادي يعرف بلي هي ظريفه بزاف وغادي يبقى فيه الحال وغادي تبقى فيه. وهنا غادي يهضر مع راسو وغادي يوعدها بلي ما غاديش يستسلم حتى يفك داك اللعنه وغادي يرجع للبلاصه اللي بدا فيها كلشي واللي هي القريه القديمه فين كانوا ساكنين. ولا غدلي غادي يمشي لتما وملي غادي يوصل غادي يشوف واحد المراه كبيره كتبيع الماء غادي يبقى كيشوف فيها من بعيد حيت كانت كتفكروا في الام ديالو. من بعد غادي يمشي لعند واحد البنت كانت كتقرا معاهم وغادي يكتشف بلي هي ولات كتبيع الورد وطلب منها باش تجمع كاع الاصدقاء ديالهم اللي قراو معاهم منه بالاولى. انا غادي تستغرب وغادي تسولو شنو هو السبب ولكن ما بغاش يقول ليها حتى شي حاجه وقال ليها بلي ملي غادي يتلاقاو في الليل غادي تعرفوا شنو واقع. من بعد غادي يخليها وغادي يمشي لعند العمده ديال القريه وغادي يعطيه بزاف ديال الفلوس حيت كان تيهتم بالدار ديالو ملي ما كانش تما. انا العمده غادي يعرض عليه باش يشري من عنده الدار بواحد المبلغ كبير ديال الفلوس ولكن جون غادي يرفض وقال له بلي عندي بزاف ديال الذكريات في داك الدار. من بعد غادي يسولو على الحوادث الغريبه اللي كانت كتوقع في داك القريه ولكن هو غادي يقول له بلي حتى شي حاجه ما بقات وقعات من بعد ما خرجت مينسو من القريه وقالوا بلي اخر حادث وقعات كانت المدرب ديال الفنون ديال القتال. وهنا جون غادي يتفاجئ وغادي يقرر باش يتلاقاه. من بعد غادي يمشي للمدرسه اللي خدام فيها وغادي يشوفه هو كيتريني بالاطفال وكيعلمهم كيفاش يدافعوا على نفسهم وملي سالا غادي يجلس معاه وغادي يطلب منه باش يعاودوا على الحادثه اللي وقعت ليه. المدرب غادي يوافق وقال له بلي وقعت ديك الحادثه بسبب مينسو. ملي عرفت بلي الاب ديالها مات مشيت باش نزورها ونطمن عليها ويلا رجعت من عندها تلاقيت واحد الكلب وهجم عليا وعضني وبسببه دخلت المستشفى بزاف ديال الوقت ومن داك الوقت عرفت بلي هي ساحره واي واحد كيقرب ليها كيتاذى ومن تما قررت باش ما نوليش نقرب ليها مره اخرى. هنا جون غادي يتصدم من هضرته وغادي يتاكد بالفعل بلي مينسو ملعونه. وبالليل غادي يمشي وغادي يتلاقى الاصدقاء ديالو اللي قراو معاه كلهم كانوا فرحانين وكيصحاب لهم بلي غادي يتزوج.
ولكن هو غادي يصدمهم وغادي يطلب منهم واحد الطلب غريب. فشنو هو هذا الطلب وشنو غادي يدير من بعد واش غادي يتلقى منسو ولا لا، هادشي كله غادي نعرفه في الجزء الثاني. الا وصلتي حتى لهنا ما تنساش تخلي معك لايك وسبسكرايب وتبارطاجي الفيديو مع الاصدقاء ديالك. كانت هذه نهايه القصه، كان معكم خوكم سينفليكس، تهلاو.